تحياتي. العرس مال الانتخابات خلص، طبعا هم ايضا يسموه رسميا العرس الانتخابي، ما اعرف ليش يسموه عرس انتخابي، المفروض انتخابات كل 4 سنوات كل كذا، يعني عادي، فالعمليه عاديه عرس انتخابي. بس الحقيقه للامانه الوصف صحيح، هو فعلا فد عرس، ومثل ما قلت المثل القديم دائما يستخدم، عرس واويه بكل معنى الكلمه، انطبق عليها المره بهالقضيه. قبل لا نبدأ بشرح الأرقام ودلالاتها ودلالات ما حصل وكذا وإلى آخره، أنا أريد أحكي على فئة معينة اللي هي اشتهرت في مواقع التواصل أخيرا، ويعني تلقت ما تلقت من تنكيت الإعلاميين عليها وتصنيف الناس عليها. ما بقى أحد من الإعلاميين من الأخوة الإعلاميين إلا شرشح هاي الفئة، وهي فئة المشاركين الخاسرين. يعني الحقيقة في كل انتخابات من يوم ما بدأت تتوضح العملية السياسية مالتنا أو النظام السياسي مالتنا، اللي هو قائم على أساس فكرة معينة، أنه فوت واغرف والغف واسرق وبوقش قد ما تقدر واطلع. هو هذا جوهر النظام السياسي. من يوم ما توضحت هاي القضية وقامت الناس تشوف أشكال وألوان، يعني بشر لا بيهم أي كفاءة، لا بيهم أي ميزة، لا بيهم أي كذا، حكي ما يعرفون يحجون، شكولات ما تعرف شنو، أصول ما تعرف شنو، حرامية أشكال ألوان يفوتون. فبدأ أي مواطن فقير وضعيته كذا، عنده أطماع، عنده طموحات، عنده، يقول لك ليش ما جرب أني، ليش ما جرب أني. فقامت في كل انتخابات تجي فئة هائلة من الناس ترشح نفسها، وطبعا يعني بلا مبالغة فد 80% من عندها هي تخسر، طبعا وضع طبيعي جدا. ما يبقى غير بس اللي مضبط أموره في داخل الطبقة السياسية، سواء كان من الوجوه الجديدة التي تطرحها الطبقة السياسية، أو هو يطرح نفسه بالقوة، أو إلى آخره. فمو أي واحد يجي يطرح نفسه. وشفنا يعني أشكال ألوان قصص، هذا اللي يعيط ويبكي، وهذا اللي يصيح وينيح، وأنا فلوسي وأنا صرفت، وهاي اللي تقول سويت عزايم وقصر قرط ببطن اللي أكل، ولا محلل ولا ما هو، بدك تقول ما أدري إيش وحوبة هذه، وهاي معقولة وذاك، يعني قصص بكي وفضائع. وهذا هو جزء من المشكلة. يعني ليش الناس كانت مستقتلة وما زالت للأسف في كل انتخابات تستقتل إلى الحد اللي تصرف أحيانا أكثر بكثير مما يمكن أن يجيها لو فازت، ببساطة شديدة، لأنه هي تعرف نفسها من تفوز. ما القضية مو قضية راتب، وده تكرف راتب وده تحط راتب وده تحط كذا، لا، هي القضية فد طلاقة أو باب أو بوابة انفتحت على السرقة والنهب. هذا هو الموقع في المجلس التشريعي، سواء كان برلمان، مجلس محافظة إلى آخره، هي كلها عبارة عن بوابات للسرقة والنهب واللفط وإلى آخره. الذي حصل في انتخابات مجالس المحافظات، ما هي الفشل، ما هو النجاح، ما هو الكذا، منو اللي نجح منو الفشل؟ أولا دعني أقول أنه هسه إحنا كلنا كشعب عراقي لما نسمع الأرقام نشوف الحزب الفلاني فاز والحزب الفلتاني فاز وفلان الفلاني فاز وفلان الفلاني خسر وفلان الفلاني كذا، وإحنا ننسى فد حقيقة بسيطة إحنا نعرفها كلنا بس بساعة غافلنا، وهي مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة، مرة مليون، إشقد اللي شاركوا بالانتخابات هاي وإشقد اللي قاطعوا بالانتخابات. لأنه أحد الأخوة الإعلاميين طلع ويا نور المالكي قبل فترة، فسأله قال له أبو سراء أنت مشهور عنك التنبؤات الدقيقة يعني، فقل لي إيش قد رح يشاركون بالانتخابات؟ فالمالكي رد بثقة قال له أتوقع 40%. هو مو يتوقع 40%، هم مقررين سلفا أنه الرقم اللي رح يطلع هو 40%. عجبكم ما عجبكم الرقم 40%، هذا هو اللي مقرريه هم كدولة وكحكومة وكمؤسسات وكأجهزة. وأذكر قبل فترة ظهر صديقي وأخي العزيز الدكتور باسل حسين، رئيس مركز كلواذا، اللي هو أصبح من المراكز الجميلة المتخصصة في متابعة قضايا الانتخابات وكذا وإلى آخره. فطلع في لقاء بإحدى القنوات ويا واحد من المفوضية، يعني فد إنسان تافه إمعة أنا ما شايفه سابقا، ولكن يعني الغريبة أنه صديقي وأخي الدكتور باسل اللي هو رجل علوم سياسية ورجل متخصص في المناقشات السياسية ورجل أنا أعرفه، دكتور باسل شديد بالنقاش، يعني مو سهل بالنقاش.
حاول أنه يهدي النقاش حتى يأخذه إلى مجال العلمي والتقني في قضية الانتخابات. وذاك الثاني مصمم على أن يفتعل عركات. أنت عندك عداوة ويا الشركة. طبعا تبين أنه الشركة اللي تنظم الموضوع هي شركة كورية اسمها ميرو. تم التعاقد وياها كذا مرة، وفي كل مرة يشتكون من عندها، وفي كل مرة يعيطون من عندها. هم نفس الطبقة السياسية، وهذه الشركة فاسدة، ويجيبوها. وهاي الشركة اللي يجيبوها لكفاءتها العظيمة، مثل ما دافع عنها هذا الأخ اللي كان حاضر البرنامج عن نيابة عن المفوضية، عليها سجل في ديوان الرقابة المالية مالتنا احنا، وفضائح مسجلة على مستوى العالم كما قال دكتور باسل حسين، وهو رجل متخصص في هذه القضية. ومع ذلك يجيبوها. طبعا ليش يجيبوها؟ مو لأنه حتى تزور الانتخابات، لا أبدا. الانتخابات ما تحتاج تزوير أخي. الانتخابات هي فضيحة، وهم حاليا ماكو عندهم خصم، هم كلهم بينهم يعني ماكو أحد خصم حتى احنا نتهمهم بأنه يريدون يزورون الانتخابات ضده. ماكو هيك شيء، هم بيناتهم. لكن هم يجيبوها الظاهر لان اكو كوميشنات، عمولات يدفعوا لها، تدفع لهم مدري ايش كذا فساد، فيجيبوها كل مره. يعني هذا نموذج بسيط من الفساد اللي موجود في قضيه الارقام. خلينا نوضح بس قضيه الارقام. يعني لا ميرو ولا بطيخ ولا كذا، هيك حساب عرب مثل ما يقولون جماعتنا. اولا المفوضيه، شوف شلون اللعبه مالتها الحقيره جدا. افترضت بأنه من يحق لهم التصويت هم 23 مليون إنسان في العراق. الآن من يحق له التصويت هم 23 مليون إنسان في العراق. زين، لما أنت تعرف أنه والله العظيم، لما أنت تعرف بأنه نفوس العراق الآن أصبح شبه رسميا حتى من غير تعداد، ومن خلال وزارة التجارة ومن خلال كل الإحصائيات، قد وصل إلى 45 مليون نسمة. 45 مليون نسمة، يعني معناها من يحق لهم التصويت هم فقط 51%. 51% من الشعب العراقي هو من يحق له التصويت. وهذا طبعا كلام فارغ وكلام غير صحيح. على الأقل يعني ممكن نقول 66% 70% من الشعب العراقي يحق له التصويت. بمعنى أنه الذين يحق لهم التصويت ليسوا 23 مليون نسمة، وإنما هم يصلون إلى حتى 30 مليون نسمة. وهي نقطة مهمة ترى جدا. ليش؟ لأنه هي هاي اللي ترفع نسب المشاركين. لما أنت تقلل الجمهور العراقي رح ترتفع نسبة المشاركين من الجمهور العراقي، بينما لو تضعها في سياقها الطبيعي تتضح قدامك الفضائح. إذا افترضنا حسب الرقم المتوقع والمنطقي أن هناك 30 مليون عراقي يحق له التصويت، عدد من صوتوا في هذه الانتخابات بالمحافظات الشيعية لا يتجاوز 6 مليون عراقي فقط. 6 مليون، علما أنه هم نفس المفوضية أعلنت في الانتخابات السابقة أنه من ذهبوا للتصويت هو 8 مليون ونص تقريبا. يعني أكو 2 مليون ونص ناقصين، منهم الجيل الجديد اللي ما صوتوا، منهم الصدريين. يعني فبالتالي أنت أمام تراجع في عدد، وبالتالي عدد من صوتوا فعلا في كل المحافظات الشيعية لا يتجاوز 18%، وعدد من صوتوا في كل العراق لا يتجاوز 14.5%. هذا هو الواقع. فبالتالي أنت ما قاعد تحكي أنه الحزب الفلاني اكتسح، والشخصية الفلانية اكتسحت، والوضعية الفلانية اكتسحت. عليك أن ظل تتذكر أنه هي اكتسحت ضمن شعب نفوسه 6 ملايين نسمة، وليس الشعب العراقي. شعب هاي الدولة اللي اسمها دولة المحاصصة والفساد والميليشيات بكل طوائفها، الشيعية والسنية والكردية. طبعا الكردية احنا فقط شاركت في كركوك. بكل الطوائف مالتها عدد من شارك فيها وكذا، هم ذولا دولة ولوحدهم خاصة، هم 6 ملايين نسمة فقط. 6 ملايين نسمة. طبعا معاهم أيضا بعض الأخوة من التيارات المدنية، واللي رح نتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله إذا جانا مجال وفرصة وقت كافي. فبالتالي كل هؤلاء لا يشكلون إلا 6 ملايين نسمة من مجموع 45 مليون نسمة. لنفترض هذا مسلسل أبطاله 6 مليون نسمة يعرض على الشاشات يوميا يعرض على الشاشات برامج وقنوات وكذا وإلى آخره. فهذه دائما خليها في ذهنك. أي كلام عن أنه قوة اكتسحت وقوة فازت وقوة خسرت، هي كلها ضمن هاي الدولة الصغيرة اللي نفوسها 6 ملايين نسمة. هاي واحد.
اثنين، أنا قلت سابقا وما زلت أؤكد، الهدف الأساسي كان في هذه الانتخابات هو إخراج الصدريين من المعادلة. هم دقهم ومدقوقهم أنه الصدريين لهم ورج في مجالس المحافظات، طلعوا الورج مالتهم واقتسموا. وحتى هاي القضية تبدو مو ناجحة في تحقيقها. ليش؟ لأنه الكل تخاف، يعني هسه الكل خايفة، بحيث السوداني قيل كما قيل دا يدعم فد مقترح قوي داخل الإطار أنه يا معودين بقوا محافظ النجف ومحافظ ميسان اللي هم اثنينهم صدريين، بقوهم وحدهم، بقوا علي الدواي في ميسان وبقوا الوائلي بالنجف اللي هم من جماعة الصدريين، لا تتحارشون بيهم خاف لا يقب علينا الصدر. الآن السوداني دا يزعم دعوة، بس طبعا ما أعتقد راح تمشي ولا أعتقد راح تنجح، لأنه هو الهدف الأساسي أنه يطلعون ذولا ويطلعون بقية أتباع التيار الصدري ويستولون على الكيكة مالتهم. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني شنو؟ اللي هم أيضا خسروا به خسارة مدوية كل الإطار التنسيقي الآن. الهدف الثاني هو إسقاط المحافظين الأباطرة. كل محافظ بمحافظته، بعض المحافظين في محافظتهم هم أباطرة مسيطرين على الوضع، كانوا بشكل مباشر أو غير مباشر. فالقضية أنه ذول الأباطرة يعني أخذوا هواية ولفطوا هواية وسرقوا هواية وباقوا هواية، وجاء الأوان أنه إحنا ناخذ مالتهم. يا أخي شنو ملك ما ملك، هم أكلوا وشبعوا وخلاص، خلي يطلعون حتى إحنا نجيب جماعتنا مكانهم آخرين نجيبهم مكانهم، لا يبقون. في هذا الهدف أيضا فشلوا فشلا ذريعا، أيضا فشلوا. ليش؟ لأن هذا المحافظ اللي مسوي له إمبراطورية هو مو بس مسوي إمبراطورية للأكل والشرب واللفط والبوق والكذا، لا، هو مسيطر على كل الأجهزة، مسيطر على الناس، مسيطر على العشائر، مسيطر على الأجهزة بداخل بلده. أنا أعرف تماما وبالتفاصيل أكثر من محافظة شلون ذول المحافظين مسيطرين على مناطقهم، مسيطرين على مناطقهم تماما وما حد يقدر يندق بيهم. هذه الانتخابات كانت عبارة عن عملية تحدي لهؤلاء لإخراجهم من مواقعهم، وفشل هذا التحدي. يعني على سبيل المثال، من الذين أكثر من نالوا الأصوات في كل العراق في انتخابات مجالس المحافظات؟ أولا أسعد العيداني 156,470 صوت. منصف الخطابي أبو كربلاء 57,372 صوت. مهند ابن نجم محافظ نينوى، نجم طلعوه اجتثاث فما يقدر يرشح نفسه مرة ثانية، فدفع ابنه وجند الأجهزة مال نينوى كلها اللي تحت أمره حتى تفوز ابنه، وفاز ابنه ب 55,747 صوت. محمد جميل أبو الكوت فاز أيضا ب 37,329 صوت. علي فرحان اللي هو الصبي مال الحلبوسي، كان دائما سابقا ولاحقا راح يظل هو الصبي مالته ومحافظ مالته مال رمادي، أيضا فاز وعلى عنادهم ب 15,698 صوت. وكذلك قيل في محافظة صلاح الدين الصبي مال أبو مازن، وهكذا. إذا الإمبراطوريات هاي مال المحافظات فشلت عملية الإزاحة مالتهم بالانتخابات. تبقى أن هناك محاولة أخرى للإزاحة من خلال تكتل الأصوات مال الأحزاب الشيعية والسنية والكذا كلهم في محافظته، حتى يستطيعون أنه يجمعون أصوات أكثر من اللي فاز بها المحافظ الحالي في كل المحافظات هاي اللي قلت عليها، وبالتالي يقدرون يطلعوه. بس هاي شوية صعبة، أولا لأنه مثلا جماعة الحلبوسي مكتسحين لمبار، جماعة العيداني مكتسحين البصرة، ويعني صعبة مو سهلة القضية. إنما المهم هو فشلت فشلا ذريعا. والحسكة اللي طلعت بين أبو تراب وبين العيداني ما سمج إنه أنا والله أبو تراب أنا ما مهتم إنه إحنا خسرنا، أنا رحت صوتت وجاي داصيت سمج، أنا ما مهتم إذا هذه. فذاك جوابه بعد أنقح، قال له إيه بس السمكة جيب لي إياها إلي، مو توديها لغير مكان. ما شاء الله بحيرة سمج، البلد والوطن هذا بحيرة سمج بين الشكولات العظيمة. فهذه أول نقطة. وثاني نقطة فيما يتعلق بالانتخابات، نجي على القصة الثالثة المزعجة والمقرفة على رأي أحد الأخوة الإعلاميين، اللي هي قضية الشيعة والسنة. يعني على قولة واحد من الأخوة الإعلاميين، ما شبعتوا، ما طفحتوا، ما اكتفيتوا، ما بطلتوا،
من هالقصص هذه. طبعا هو أول من بداها، وإحنا قلناها في وقتها، عمار الحكيم بدأ أول من أطلق هاي الطرقة بوقتها، واستلموها البقية أساس اللوم للتيار الصدري، أنت شلون تنسحب ما أدري شنو. وإحنا قلنا لكم سابقا ونعيدها مرة ثانية، أنه كل هذه هي نسبة 20% اللي يتعاركون بها، هي كلها نسبة 20% اللي يتعاركون. وطبعا مع الأسف رح نشوف حتى التيار المدني دخل على بعركة 20%، وكلها عايفة 80 ما حد يتحارش بها. 80 مو بس يعني هم مأيسين انه يجيبوهم للدرب وهذه، لا، هم اصلا ما يريدوهم، ما حد يريد انه يحرك ذول 80% ويجيبهم وياه. اولا ما حد عنده قابلية، او ما حد يريد، استغني. هذا المشكلة هذه لا تفتحوها علينا، خلي 80% نائم ومرتاح. على قولة نابليون بوقتها قيل انه قالوا له الصين شنو رايك نغزوها ما شنو، قال عوفوا العملاق النايم، عملاق الاصفر هذا عوفوه نايم لا حد يقعده، راح مال اهلكم. الان نفس الشيء، احنا عندنا عملاق 80% متفرجين على مسلسل 6 مليون قلنا عليهم، قاعدين ويتفرجون ولا حد يتحارش به، عوفه هيك واحده. فاحنا نرجع مره ثانيه نتكلم عن موضوع الشيعة والسنه. طبعا للاسف يجي الاستاذ غالب الشابندار اللي هو يعني مع احترامي له، انا بالنسبه لي لست من المعادين لغالب الشابندر بكل تأكيد. هو رجل شيخ يعني انصاب إصابة كبيرة بوفاة ابنه الله يرحمه، وإحنا كنا متعاطفين معه. هو رجل بعيد تماما عن قصص الفساد، بعيد تماما، بس طروحاته يعني ما تخلو من تناقضات عجيبة غريبة. والله الشيعة فقدوا بغداد. ليش أخي الشيعة فقدوا بغداد؟ ليش هم الشيعة كسبوا بغداد يعني لما كانت الأحزاب هاي تسيطر؟ ليش هو الشيعة فقدوا بغداد لما كان صدام هو اللي يحكم مثلا؟ بغداد والنجف وكربلاء والموصل والسليمانية هي ملك أهلها، وأهلها ذولا هم الشيعة، سنة، عرب، أكراد، مسيحيين، تركمان، أي كان. شنو بغداد فقدها الشيعة يعني؟ شنو الحكي الخريط وبعدين هو رجع بنفس اللي قال لا أنا مو قصدي الطائفية. لا، شنو قصدك يا أخوي؟ شنو قصدك يعني؟ وشلون يفقد هو يعني؟ هم كاسبيها، كان اذا مجلس محافظه هم اخذوا الاغلبيه، كسبوها للشيعه يعني مثلا. روح لاهل الثوره وروح لاهل المناطق البائسه الفقيره في بغداد وقول لهم يابا انتم خسرتوا بغداد او انتم كسبتوا بغداد، شوف شو يقولوا لك. وين الكسب وين الخساره؟ وين؟ ما تقول لي ايش كسبنا احنا من قالوا بلا من وقت صدام لحد الان؟ شنو اللي كسبناه غير البؤس والفقر والمهانه والمذله والتهميش؟ التهميش يعني هل انه احنا نروح نلطم ونزور معناه ما متهمشين؟ لا اخي، احنا متهمشين. احنا الشيعة في العراق متهمشين، السنة في العراق متهمشين، الكرد في العراق مهمشين، كلهم مهمشين، لانه انه صارت جتي احزاب تحكم باسمهم، باسم مكوناتهم، وهي اللي تهمشهم. فهذا الجدل البائس والله، لانه الحلبوسي اخذ اعلى الاصوات. اخي انا هسه يعني قعدت حسبت اعلى الاصوات في مجلس محافظة بغداد، هي هاي الدق واللطم، مجلس محافظة بغداد. تبين اذا جمعت اصوات الحلبوسي زائد الاصوات اللي حصلها خميس الخنجار زائد الاصوات اللي حصلوها جماعة الحسم ما ادري شنو النجيفي والمدري ايش واللي تجمعوا وتكتلوا، هاي المجموعات السنيه الثلاثه، اكو غيرها بغداد لو ماكو اكو ما ادري يعني، هذا اللي اعرفه. حتصلها حطها مقابل دولة القانون ومقابل نبني ومقابل جماعة عمار الحكيم ومقابل يطلعون جماعة الأحزاب الشيعية أكثر من أصوات الجماعات السنية، ويعني ببساطة شديدة. وأفرض يعني ما شاء الله الحلبوسي أخذ المحافظ وصار هو محافظ، يعني شو الحلبوسي رح يتحدى الشيعة مثلا، رح يطرد الشيعة من بغداد، رح يحكم باسم السنة، رح يمنع الناس من الزيارة واللطم والطبخ شنو الكلام الخريط هذا السخيف اللي ما بيه معنى؟ ولكن فعلا هي مرة ثانية أقول لكم دولة 20% هم ذولا بيناتهم مفاهيمهم طائفية، وللأسف احنا نريد ناس معينين نعم كانوا جزء من هذه الأحزاب مثل غالب الشابندر وغيره أن يطلعون من هذا الإطار البائس ويعلنون نفسهم أن هم كفروا به وضده. مرة ثانية يرجعون ويحطون نفسهم بالقوة ضمن مفاهيم 20%. خليك أخي، خليك أستاذنا الكبير الجليل العالم، خليك ضمن مفاهيم 20% ما دام ارتضيت لنفسك، واترك 80% الآخرين المهمشين فعلا اللي غالبيتهم العظمى من الشيعة.
قبل السنة وقبل الأكراد. نجي على نقطة أخرى أيضا مهمة، وهي قضية الكتل المدنية، ما يسمى بالكتل المدنية، الكتل العلمانية، الكتل كذا، سميها ما شئت. ليش هذه الهزيمة المنكرة؟ صديقي وأخي الأستاذ علي الخيال نزل في شريط دا يحكي به عن جهوده، وطبعا هو في لقاء وياي في قناته البغدادية قبل فترة يعني تحدث شوية تحدث عما جزء من معاناته هو الشخصية في قضية محاولة ترتيب القوائم المدنية وإلى آخره، وجهوده هو والأخ العزيز الأستاذ حسام الحاج في هذا المجال، وتكلم بها. حسام الحاج لم يتكلم الحقيقة، علي الخيال هو تكلم عن جهودهم المشتركة، وقال احنا حاولنا نجمع وحاولنا كذا وحاولنا، ونزل حدرة على الحزب الشيوعي العراقي. الحزب الشيوعي العراقي حزب لا يؤمن بالديمقراطية ولا يؤمن بالتفاهم ولا يؤمن بالكذا، بل بالعكس هو على حد تعبير الأستاذ علي الخيال دا يتخادم أحيانا ويا الأحزاب الطائفية لما دا يصر على استبعاد فلان واستبعاد فلتان وكذا إلى آخره. وهذه هي مشكلة كل ما يسمى بالقوى المدنية. طبعا أنا ما أريد أتكلم بالذات عن الشيوعيين ولا أتكلم عن فلان ولا عن فلتان ولا عن علان، أنا رح أتكلم بشكل عام. مرة أخرى، كم من هذه القوى والأحزاب كما قلت في اللقاء اللي كنت مع أخي علي الخيال، كم منهم وكم منا جميعا أصلا هو مؤمن بالديمقراطية. هاي واحد مؤمن بالديمقراطية فعلا، مو مضطر أنه يعترف بها. يعني الإسلاميين اضطروا أن يعترفوا بالديمقراطية، اضطروا، وهم بالأساس فكرهم ونظريتهم حاكمية الله وحاكمية الإنسان، وهي معروفة القضية. القوميين والعروبيين عمرهم ما كانوا ديمقراطيين من يوم تأسيسهم ولحد الآن، وكذلك الأخوة الشيوعيين أيضا في إطارهم النظري يؤمنون بديكتاتورية البروليتاريا ولا يؤمنون بالديمقراطية، ويعتبروها هذه من أشكال البناء الفوقي اللي يرفضها الفكر الماركسي، فهم لا يؤمنون بالأصل. وغيرهم وأحيانا كثيرين حتى من داخل الأوساط اللي تسمي نفسها ليبرالية. يعني أنا قاعد ومناقشات مستفيضة حول أنه والله العظيم إحنا لو ما مثلا في مصر لولا انقلاب السيسي كان الإخوان رح يسيطرون على البلد 100 سنة. هذا النقاش كثير يعني كثير يدور، مما يدل على ضعف إيماننا إحنا بالديمقراطية وضعف وعينا بأهميتها الحقيقية في مجتمعاتنا ومجتمعات غيرنا. وما زلنا إحنا نؤمن في داخلنا أنه الغرب هو يعني ديمقراطي لأنه المجتمعات هناك أحسن، إحنا وين يا معود وهم وين، يعني تتقارن بينا هذه، بالتالي هم الديمقراطية تصلح لهم لكن إحنا يعني أشك أن الديمقراطية تصلح لنا. هذا الإيمان الساحق أحيانا، يعني الساحق موجود، خصوصا بعد التجربة البائسة لنظام دستور 2005 اللي كثير من الناس يعتقدون أنه هي هاي الديمقراطية. هاي الديمقراطية، مو هاي الديمقراطية يا عمي، تظل تحكي انت بالديمقراطيه وتظل كذا. واحد الاخوه المعلقين مره قال الدكتور الناصر دريد يريد نفتح عين نغمض عين نصير اوروبا، الشرق شرق والغرب غرب، والشرق والغرب لا يلتقيان. يا اخوي انا ما اريد احنا نصير سويسرا والنمسا، مبارك خلينا نصير احنا حالنا حال دول جنوب شرق اسيا او بعض الدول الافريقيه اللي اصبحت الان ديمقراطيه، او دول امريكا اللاتينيه الديمقراطيه، كلها طلعت من اسس واصول ديكتاتوريه وأصبحت الآن دول ديمقراطية. وما أقول لك الديمقراطية بلا مشاكل، لا بها مشاكل وبها كذا، وأحيانا يفكر واحد يسوي انقلاب وأحيانا، ولكن هي صيرورة مستمرة، مو نيأس إحنا ونؤمن بأنه. فبالتالي هي هذه الأحزاب أول مشاكلها وأول همها إنها أصلا غير ديمقراطية. هاي واحد. اثنين، هذه الأحزاب المدنية نفسها اللي نزلت ما تؤمن إلا نادرا بالعمل على الأرض، ما تؤمن. احترامي وحبي لأخي الأستاذ علي الخيال والأستاذ حسام الحاج ولكل الناس اللي أنا أعرفهم بدون ذكر أسماء اللي يشتغلون في هذا المجال، قلتها لصديقي علي الخيال إنه شقد إحنا وشقد من عندنا ناس نزلت للشارع، وشقد من عندنا ناس تعتقد إنه تكوين ما يسمى بقائمة واحدة تضم جميع القوى المدنية هو الكفيل بالنجاح. يعني هاي القضية أنا أعرفها موجودة، مثل المرض المزمن موجود عندنا في داخل أوساطنا المدنية أو التشرينية، إنه قد ما إحنا نكتل مجموعات وكذا ونسويهم مجموعة واحدة إحنا نضمن النجاح، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح، لأنه ببساطة وآسف جدا للصراحة اللي ممكن تكون صادمة، 0 زائد 0 زائد 0 زائد 100 صفر
يظل يساوي صفر، يظل يساوي صفر. أنت من قوتك على الأرض صفر يا أخي صاحب الحركة سين، يا أخي صاحب الحركة صاد، يا أخي صاحب مدري منه كذا حزب الفلاني، يا أخي لما تكون قوتك على الأرض صفر أنت ما راح يفرق لك إذا انضميت لصفر آخر أو ما انضميت. مو هاي القضية يا أخي، يا أخواني الأعزاء في التيار. إحنا أصلا شقد قوتنا على الأرض، اللي يستطيع أن ينزل للأرض ويكسب قوة على الأرض البقية كلها رح تركض وراه، البقية كلها رح تمشي وراه، البقية كلها تسحل وراه. يصح أنت تسحلهم وتجيبهم وراك، مو هم اللي يوقفون يقولوا لك لا احنا ما نريد فلان وما نريد علدان وما نريد، مثل ما سوى الحزب الشيوعي. الآن الحزب الشيوعي يشتكي عن الخيال منهم مر الشكوى وبقية الأعضاء أنه جاء وقف بتكوين القائمة وقال احنا ما نريد عمر عبد الجبار وما نريد فايق الشيخ علي، وفايق الشيخ علي هم قال أنا ما أريد سين من الناس وما أريد صاد من الناس، وفلان قال، وهكذا. فتفرقت باعتقادهم أنه هو هذا سبب الفشل. لا أخي، هذا مو سبب الفشل. سبب الفشل أنه تعال خلينا ننزل للشارع ونسأل الناس بالشارع إيش قد منكم يعرف فلان وفلان والقائمة الفلانية والقائمة الفلانية، ويعرف حتى الناصر دريدة ويعرف ما حد يعرف، ما حد يعرف. إحنا بيناتنا ناس تعرف ناس، وإحنا بيناتنا أيضا نوع من 20% أو جزء من مجتمع 20% اللي دا أقول عليه. إحنا هم نفس الشيء، احنا همينا عندنا فد ورج بمجتمع 20% هذا اللي هو 1% 2% 3%، يعني ما اعرف ايش قد، ما اقدر اقيسه. انما ايضا احنا ضمن مجتمع 20% وليس ضمن مجتمع 80%. ال 80% هم اخر من نصل لهم واخر من نستطيع ان نخاطبهم. ولهذا فشلنا يا اخي. مو فشلنا لانه تقسمنا، فشلنا لانه ما اشتغلنا، فشلنا لانه ما نزلنا على الارض، فشلنا لانه ما حاولنا نكسب ال 80%. اكتفينا بمجتمع 20%. اكو نقطة أخيرة أريد أتكلم بها، وهي قضية الأخوة المقاطعين اللي ظلوا يقولون احنا إذا ما خلينا أحد يشارك ما كذا راح يصير عدم اعتراف دولي والعالم راح يعرف وتنزع الشرعية من النظام وإلى آخره. أول دول هنأت كانت الولايات المتحدة، هنأت بالنتائج الانتخابات، ثم لحقتها فرنسا، وأنا أتوقع بعدها الاتحاد الأوروبي، وبعدها كذا. كل الدول راح تبارك وتهني. طالما احنا الشعب العراقي ساكت، طالما الشعب العراقي راضي، طالما الشعب العراقي تمشي عليه هيك انتخابات، والله لو المشاركين بها 5%، لو المشاركين بها 1%، ما حد بالعالم رح يقول لك هاي منزوعة الشرعية ومنزوعة البطيخية. انت من تنزل على الارض يلا ذاك الوقت الغرب والعالم كله يتنبه لك ويقول ها اكو شيء دا يصير بالعراق. انما اذا ماكو شيء دا يصير بالعراق هذا ابدا مو دليل على انه اكو شرعية منزوعة. اكو نقطة بالنسبة لعدد المشاركين وعدد غير المشاركين في الانتخابات، انه والله النظام السياسي، وأنا مؤمن بها هذه، كان يصر ويريد دائما انه يخلي ال 80% ذولا معزولين ويخلق دولة خاصة لمجموعة ال 20%. احنا وربعنا وجماعتنا والعيداني وابو تراب والمالكي والبطيخي كل الشكولات هذه كلهم والحلبوسي والنجيفي والبرزاني والطلباني، كلهم هذا مجموعة 20% محطوطين كلهم في دولة واحدة صغيرة اسمها المنطقة الخضراء، والمناطق الخضراء الأخرى اللي مبثوثة في كل محافظة، كل منطقة محافظة ومنطقة خضراء صغيرة. فنقاط هيجي، فالنظام سياسي عجيب والله، نظام ما متكون من الدولة العراقية، وإنما متكون من نقاط معينة موجودة في كل محافظة، في كل مدينة ربما، وفي كل قضاء، وفي كل كذا، نقط 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 نقط، هي مراكز النفوذ السياسية. والباقي العراق كله متروك، كله متروك، ما له علاقة أحد به. شلون يمشي أموره، شلون يمشي الصحة، التعليم، الخدمات، الكذا، إلى الله ما تعرف شلون. فهذا النظام صحيح هو بهذا الشكل مريح جدا للطبقة السياسية، كلش مريح، لكن مؤخرا بدأت حجم المنطقة المهمشة في داخل الخريطة هذه بدأ يزداد. ما أعني بها ازدياد الجغرافي، لا، أنا أعني بها ازدياد السكاني. يعني حجم الناس اللي ترفض الانتخابات وترفض العملية السياسية وترفض دا يزداد يوم بعد يوم. هذا مو معناها أنه أنا دا أقصد أنه لا فعلا الدول رح تنزع شرعية المدري شو النظام، هذا نهائيا ما يصير. إنما قصدي أنه الناس بالتالي دا تزداد كمية الناس الغاضبة وكمية الناس الرافضة وكمية الناس اليائسة من التغيير في داخل هذا النظام. كلما ازداد اليأس اقتربنا من لحظة الانفجار.
كلما زاد اليأس اقتربنا من لحظة الانفجار. دائما خليكم ويانا.